سلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا رب، صحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا نبداو الفيديو ديالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا كما كتشوفوا الخوت جيت هكا بنحضر مسمنات معمرين بالدجاج والشعريه الصينيه، وقلت علاش لا ما نشاركهمش معكم. هنا كيف ما كتشوفوا درت القصريه ديالي، حطيت فيها هنايا الفورس، درت فيها دقيق الفورس ودقيق الفينو. ما درتش قد درت الفورس كتير على الفينو، ودرت شويه الملح شويه ديال السكر. صافي وغادي نعجنهم بالماء بارد، وغندلك العجينه ديالي مزيان مزيان. هنا كيف ما كتشوفوا درت تقريبا نص كيلو ديال دقيق الفورس، وتقريبا واحد نص زلافه ديال الفينو، ما كثرتش الفينو بزاف. هنا كما كتشوفوا غادي نحاول نخلط هذاك النواشف مع بعضياتهم مزيان مزيان، وغادي نبدا نعجن العجينه ديالي، نجمع العجينه ديالي وندلكها مزيان مزيان، ما نخليوهاش جاريه بزاف، تكون العجينه شويه شاده في راسها. والمهم هو اننا ندلكوها مزيان مزيان. كنعرفوا العجينه ديال المسمن كتبيد نيت. صافي هنا غنبدا نجمع العجينه ديالي. صراحه كنصور واحد اليد كنعجن بها، حقاش السيبوره ديالي تهرسات، صافي حتى نشري شي سيبوره اخرى. داكشي علاش لقيت مشكل، ما لقيتش اللي يشد ليا التليفون. صافي هنا كما كتشوفوا غنجمع العجينه ندلكها ونرجع معكم. هنا البنات من بعد ما جمعت العجينه ديالي مزيان كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا، ما كتجيش ملخوفه بزاف وما كتجيش قاصحه بزاف. دلكتها مزيان 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 مزيان. صافي هنا غادي ندهنها بشويه هكا ديال الزيت للسيور، وغادي نغطيها بشي بلاستيكه ونخليها ترتاح، وندوز باش نحضر الحشوه ديالي. هنا غادي ندهنها بالزيت مزيان وغادي نغطيها. صافي هنا البنات غنخليها ترتاح وندوز باش نحضر الحشوه معكم. هنا كما كتشوفوا عندي في الحشوه، عندي هنايا صدر ديال الدجاج مقطع صغير، عندي بصيله هكا، جوج بصيلات مشلضين رقاق، عندي الربيع، عندي الثومه تقريبا واحد جوج ديال الفصوص ديال الثوم، عندي التوابل كاملين، درت العطريه كامله، درت العطريه ديال الحوت، درت الكمون، الخرقوم، الملون، الابزار، التحميره، البزار، ودرت الملح. صافي ودرت الزيت، هنايا القليل من الزيت النباتيه والقليل من الزيت البلديه. صافي وغادي نبدا كنشحر هاد العناصر مزيان، هما الاولين نشحرهم مزيان مزيان. صراحه هاد الحشوه كتجي لذيذه يا البنات، ما تصوروش، لذيذه ورائعه، كتجي غزاله. انا هذه هي اللي كندير ديما في المسمن، كتعجبني صراحه وكتجي لذيذه ما شاء الله معلكه. مازال غادي نضيف على عناصر اخرين. هنا غادي نشحر مزيان هذاك الدجاج مع ديك البصيله والربيع والثومه والتوابل. هنا كما كتشوفوا غادي نضيف لهم الجزر اللي حكيتو على هذا الشكل هذا، غادي نضيفوا لهذيك الحشوه. من بعد ما تشحر ليا داك الدجاج مع ديك البصيله شويه، غادي نزيد عليهم هاد الجزر، كيعطي حتى هو واحد النكهه رائعه. صافي هنا غنخليه يتشحر شويه، وغادي نضيف ليه هنا من بعد ما تشحر ليا داك الجزر مع ديك الحشوه كامله، غادي نضيف لهم الزيتون مقطع هكا على هذا الشكل، بلا عظم، وقطعته هكا. تقدروا تخليوه غير دوائر، انا فضلت نقطعو بحال هكا نسحقو شويه. صافي ضفتو لهذيك الحشوه وغادي نبدا كنشحر فيه حتى هو. بالنسبه لهاد الحشوه البنات تقدروا تضيفوا لها حتى الهريسه الا بغيتو، انا ما ضفتهاش على حساب ماجد، ما بغيتش عرفتوا لا عندكم الدراري الصغار ما تبغيوش ديروا شي حاجه تكون حاره بزاف. صافي قررت ما نديرهاش. هنا عندي الشعريه الصينيه اللي غليت الماء مزيان وخويتو عليها هكا، غادي نخليها. وهنايا عندي الموتزاريلا والفرماج الاحمر، غادي نضيفهم. تقدروا تضيفوا فرماج مثلث، انا متوفر عندي هذا الفرماج ضفتو.
غادي نخلط مزيان حتى يندمج مع دوك العناصر. هنا راه صافي البنات، هنا راه طفيت على الحشوه ديالي، داك الفرomاج غادي يذوب غير بديك الحراره ديال الحشوه. صافي هنايا طفيت عليها النار، وغادي نقطع ديك الشعريه الصينيه حتى هي غادي نقطعها. هنا من بعد ما قطعتها ضفتها على ديك الحشوه وحطيتها هكا في واحد الاناء باش تبرد. صراحه جات لذيذه ما شاء الله، واحد البنه يا سلام يا البنات، واحد الحشوه خطيره. هنا صافي دزت باش حضرت مسيمنات. هادو مسيمنات درتهم ما عامرينش، هادو قاديتهم وخليتهم في الثلاجه. وهنا هادو هما المسيمنات اللي غادي نعمر. هنا عندي كما كتشوفوا الحشوه من بعد ما بردات تماما، ضروري تبرد باش ما تقبش لكم المسمن. صافي هنايا غنبدا نسرح معكم، واخيرا جا المصور ديالي شد ليا التليفون باش غادي نصور. خويا الله يخليه ليا ويحفظه ليا يا ربي، شد ليا التليفون باش نصور. هنايا كما كتشوفوا سرحت الكره الاولى. كما كتشوفوا كتبقاو تضغطوا على الجوانب، ما كتضغطوش على الوسط لحقاش الوسط غادي نديروا فيه الحشوه. كتضغطوا على الجوانب بزاف حتى كتسرحوا المسمنه ديالكم كما كتشوفوا. صافي هنايا غادي نسرحها وندير هذيك القليل من الحشوه في الوسط بحال هكا. من بعد ما كما قلت لكم بردات تماما باش ما تقبش لكم العجينه. صافي هنايا غادي نضيف القليل من الحشوه كما كتشوفوا القياس اللي غيقدني في المسمنه. صافي وغادي نبقى نشكلها على هذا الشكل هذا. غادي تشوفوا الطريقه كيفاش كندير باش ملي كنكون كنطيب في المسمنه البنات ما كتخرجش ليا الحشوه. غادي نرد عليها هذه الجهه الاخرى وهذيك الجهه ما غرداش على هذا الفوق. كما كتشوفوا غادي ندير لها بحال هكا، كتجي هكا ملي كتعودوا طيبوا فيها ما كتخرجش لكم نهائيا الحشوه. هاد الطريقه هي اللي كندير دائما الا بغيت نطيبها كمسمنات معمرين ما كتخرجش ليا صراحه الحشوه. وحتى العجينه ما خصهاش تكون جاريه بزاف، خاصها تكون شويه شاده في راسها، غير تكون مدلوكه مزيان مزيان. صافي هنا غنزيد معكم هاد الكبيره هذه. كما كتشوفوا المسمنه تبارك الله دغيا كتطلق لحقاش مدلوكه مزيان مزيان وخليتها ارتاحت نيت. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل كاع المسمنات اللي عندي بنفس الطريقه. صافي هنا كما كتشوفوا غنستمر بنفس الطريقه. كما قلت لكم هذه الطريقه راه زوينه، غير جربوها ما كتخرجش لكم الحشوه نهائيا. صافي البنات هنا غندوز نطيب المسمنات ديالي. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما ساليتهم كاملين درتهم في واحد اللاطه هكا دهنها بالزيت ودرتهم فيها. وهادو المسمنات الاخرين صافي هنايا كيف ما كتشوفوا غادي ندوز باش نطيبهم. هنا البنات بديت كنطيب المسمنه ديالي صراحه تبقات لي هاد المسمنه تقريبا عاد وريتها لكم. درت واحد شويه تاع الزيت لو سيور ودرت فيه القليل من التحميره وكندهن به ديك المسمنات هكا ملي كنبغي نقلبهم. صافي غادي نطيبهم بنفس الطريقه، ما كاينش اللي ما كيعرفش الطريقه، لكن بغيت نوريكم بلي الحشوه ما كتخرجش لك نهائيا ملي كتكوني كطيبي المسمن. صافي هنايا غادي نطيبهم. صافي البنات غنبقى ندور فيها حتى طيب وغادي نرجع معكم.
البنات هذا هو المسمن ديالي معمر بالدجاج والشعريه الصينيه والزيتون، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي رائع يا البنات ولذيذ ما شاء الله، غزال غزال. كما كتشوفوا الحشوه راه ما كتخرجش لكم نهائيا من المسمن، كيجي غزال يا البنات. كنتمناكم تجربوا ويعجبكم المسمن ديال اليوم والفيديو ديال اليوم، وما تنساوش الا عجبكم تخليو لي لايك، تشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. الى فيديو اخر ان شاء الله.